يعني سلبي، يعني سلبي لمصلحتكم انتوما. تقرير سلبي يعني انت عودت، اصدرت امر بالتشريح باش تربح الوقت، باش تحافظ على مؤسسات الدولة. ولا راني غلط؟ ولا الاعتماد تاعك راح للطبيب المحلف من طرف مجلس قضاء تبسة، لانه تاعكم تبعكم. المشكل يقولوا انه فتحوا تحقيق. وين راهو التحقيق؟ وين راهو التحقيق؟ الناس اللي قلت لي ترى دركا خدامين. ونزيدك باللي نقول لك راني عايش معاكم. اليوم خرجوا كونجي ولا لا؟ اليوم خرجوا في عطلة الفرقة هذيك، خرجتيهم اليوم. راني عايش معك يا جبان. يعني انا كي نسمع انك مستوجبتيش، ما درتيش استجواب، وما درتيش على الاقل باش تمتص الغضب تاع العائله ولا الغضب تاع الشارع، على الاقل دير لهم، وقفهم تحفظيا حتى يتم التحقيق. ثم انت راك متستر على الفعل، والفعل اللي متستر عليه راهي جريمه تاع قتل. انت تقول انه السيد ضرب بروحه. كيفاه ضرب بروحه؟ كيفاه ضرب بروحه؟ السيد كان قاعد حدا داره وهبط الامن الولائي ولاية بسة صبح مقتول. يعني قتلتوه في دقيقة باش تخرج الحقائق وتخرج تصريح وش هي الأسباب اللي أدت للوفاة. رانا قريب شهر دركا ما كانش. السيد كان قاعد لاباس عليه، هبطت لابوليس قتلوه، مات في دقيقة. مات ما على بالناش، ملتزم الصمت. وزيد وكيل العراية وش راهو يدير؟ راح مد امر بفتح تحقيق ضد العائلة تاع هيثم جباري، ضد امه، ضد اخته، ضد بويو، ضد خالته، ضدهم كامل. علاه؟ شكون هو اللي سرب الفيديوهات؟ وش من فيديو تاع التصريح تاع هيثم؟ ياو صوروا هوام ياسين، ياو صوروا البوليسي اللي معاكم. هوام ياسين هو اللي صور الفيديو. واش نزيدك اكثر منك؟ وروح تبع مع الفيديو مع الاول دوك تسمع هوام ياسين هو اللي يهدر. باش تروح تحاسب الاعوان اللي انت مسؤول عليهم بطريقه مباشره، لانك انت مدير الشرطه قضائيا، رايح تستعمل في سياسه الترهيب والتخويف ضد عائله جباري في يماه وباباه وخوه. خوه في الحبس. خوه هزيتوه ما عنده حتى علاقه، هبطوه للحبس وديتوله خوه هو ميت الحبس باش يشوفوا، وزدت درتوله الماده 17. يا والزطله راهي تاع رضا، هاي الزطله تاع الضابط رضا صوان هو اللي حطها له. زيدوا هبطوه للحبس ودرتوا له الماده 17 على اساس انه يتاجر في الزطله. يا طفل صغير. قضية هيثم مش فاهمكم فيها يا جماعة. راهم يستعملوا معاه العنف غير المبرر. قضية هيثم عنف غير مبرر. قتلوه في دقيقة باش يخرجوا الحقائق ولا يحاسبوا الناس. راهم في شهر قاعدين يتستروا على القضية باش تبرد الناس، وراهم في نفس الوقت كما ذكرت راهم يخوفوا في عائلة هيثم باش يسكت. مكتب الاستعلامات، أنا ذكرت بغداش نصر الدين رئيس مصلحة الاستعلامات ليرجي الشرطة السياسية بولاية بسة، والضابط الجرو تاعو الزوجة الغير الشرعية البغداش طالب رزق المدعو زلة. وشي الدور تاعهم؟ روحوا شوفوا ليستينج ما بين الفرقة وما بين هوام ياسين. روحوا شوفوا لي زابيل بيناتهم وبين بغداش. ذوك تعرف انهم على اتصال، وهما اللي قاعدين يهيجوا لكم في الشارع باش يخلقوا انفجار في وسط المجتمع. فهمتي؟ لانهم
لأنهم عاوجاني خبر زادوا قتلوا واحد في علي مهني. من بعد نشوفوا. شوف المهم جماعة، راهي كاينة عمليات ممنهجة من طرف العراية اللي تمثل الأمن، يقتلوا في ولاد الشعب، يدولهم في تاعهم. هوام ياسين، نزيد نجيك باش ما ننساكش يا غبي يا جبان. انت كي دخلت لدار هيثم جباري ما ديتيش ليه 5 ملايين وديتي له ساعة وديتي له ناظور؟ السيدة وميتة، السيدة مشوا في الحبس كما درتوا لبعايش، ديتوا له 600 مليون. السيدة وميت بينك وبين مولاك. الجهات الأمنية انتوما جهات تمثلوا رواحكم. انتوما جهات مادام راكم تقتلوا في الشعب، شكون هو اللي يملك صفة القتل؟ الإرهاب. انتم إرهاب. قولوا علينا احنا باللي الإرهاب، قولوا علينا باللي خاينين. شكون اللي خاين؟ أنا اللي قتلت؟ أنا اللي نسرق؟ أنا اللي ندي في الرشوة؟ شكونكم انتم؟ انتم اللي تقتلوا في ولاد الناس، انتم اللي تفرزوا في القضايا. وذوك نجيك وكيل العراية. شوف أنا نوعدك إنه النهاية تاعك يا الأزهر بوخدنا ويا رئيس أمن ولاية بسة، النهاية تاعكم راي ماشي بعيد، راي قضية وقت صغير، قضية وقت برك. ونزيد نجيك الأزهر. قضية الكرتوش وقداه قبرتي. ذوك من بعد نقول لك قداه الخضر والبيض. ومع من نسمي لك؟ مع الطاهر خالدي ومع رئيس بلدية تبسة عبد الرحمن عويشية المير. من بعد هذه نجيك عليها ماشي درك، نكملوا قضية هيثم وإن شاء الله يجي حقه. من بعد نجيك وننشر لك المساعد تاعك كيفاش بعثتيه قاعد مع الجماعة اللي ذكرتهم هذوما باش تفرزوا قضية الكرتوش، ووقتاش الجلسة وقداش راح يجيب ومع الديوانة والغرامة. راني قلت لك راني عايش معاك يا واحد العريان، يا واحد الجبان، واناني ما نستبعدهاش. راك راح تتحول مجلس اعلى القضاء، والناس اللي قاعده تشري لك واللي تمد لك راهم هما اللي في نفس الوقت راهو يفرز معاك، وفي نفس الوقت راهو يبيكي بيك في اللاباري. لانك انت وكيل جمهوريه جبان، لانك انت انسان عريان. هذا هو. وبلا ما ننسوا المساعدة الثانية، تاو نجيك انتي مع من قاعدة تفرزي، وشكون هي لابوليس اللي قاعدة تفرزي معاهم، وشكون هما الجدرمين اللي قاعدة تفرزي معاهم. المهم قضية هيثم راني والله ماني طلقكم، راي الحقيقة تبان حقه ما يروحش، لن يضيع حق وراءه مطالب. انتوما عراية وانتوما مشكم رجال، انتوما تحقروا في الزواولة. واحد عنده شكارة ما يصير له والو، ولاد الناس تقتلوهم وتزيدوا تهبطوهم الحبس. والله ماني طلقكم، وراني راح نلتزم الصمت لمدة أسبوع آخر. من بعد نشوف تصريحات وش راح تكون على قضية هيثم جباري. بعد نحط لك المساعد تاعك ونحط لك رقمك. شفت الازهر بوخدنا، نحط لك رقمك اللي قاعد تفرز بيه مع المير عبد الرحمن عويشية ومع الطاهر خالدي. نحط لك رقمك ونحط لك صورة المساعد كي بعثيك عد مع الجماعة يتريتي. يا عريان، يا جبان، يا قنفوذ. فهمت يا عبد القنفوذ؟ بعد سمانة لنا لقاء قريب.